حدث الحقيقة في كنيسة القديسين في اسكندرية عملية إرهابية غادرة خائنة تستهدف جموع الشعب المصري بكامله، ولا تستهدف فئة معينة من قطاعات الشعب المختلفة. الحقيقة ما حدث ضربة ضد المصريين ككل، ما حدث إرهاب ضد الشعب المصري، إرهاب ضد الوطن، إرهاب ضد مصر بكاملها وكامل. الحقيقة لابد ان احنا نعي ان الاستهداف الاجنبي لمصر يستهدف حقيقة الشعب المصري ومقدراته وممتلكاته، ويستهدف ايضا ارواح المصريين بالكامل. لماذا؟ لان مصر دولة رائدة، مصر لها حضارة قوية جدا منذ آلاف السنين، مصر دولة كبيرة، ليست في كبيرة مش في 82 مليون، ولكن كبيرة بقيمتها الكبيرة سواء كان على المستوى الإقليمي أو العربي أو الأفريقي. يجب أن نعلم أن الكثيرين لا يروحهم هذا، الكثيرين يرون أن مصر بهذا الحجم تهدد أجندتهم وبرامجهم وكانوا، وبالتالي يستهدفون مصر لإضعافها. الإرهاب ظاهرة عالمية حاليا، مصر ليست فقط الدولة الوحيدة المستهدفة من الإرهاب العالمي، ولكن يجب أن نعلم أن الإقليم زي مثلا السعودية، زي المغرب، زي تونس، زي الجزائر. السعودية قبض على 19 خلية من تنظيمات القاعدة الخلايا النائمة في يوم واحد. اليمن هناك الكثير من التنظيمات المختلفة منها تنظيم القاعدة ومحاولة انفصال الجنوب عن الشمال. إذن المنطقة ككل مستهدفة وليست مصر لوحدها.